كم مجدا سطرنا على صفحاته. السلام عليكم. كان صاحب شخصية قوية وكاريزمة أخاذة، تربى في بيئة دينية، فحفظ القرآن الكريم وهو في سن مبكرة، متواضعا قريبا من الجميع. نتحدث عن الشيخ محمد شيخ داود ابن سيدنا مصطفى ابن حسن. ولد في قرية سيدنا مصطفى سوليب ضواحي مدينة أغردت في عام 1915 للميلاد. له أياد بيضاء كثيرة، إذ كان يقف في وجه العصابات ليحمي بهائمه وبهائم المواطنين، حتى جرح في قدمه، وله في هذا صولات وجولات كثيرة. كان كثير الحركة في الشأن العام، حريصا على توعية كل من حوله، وكثير التبرع لصالح وطنه، إذ تبرع ب20 من الإبل و30 من الغنم. وكل هذه الفضائل جعلت الأعداء يراقبونه عن قرب، إذ أنه يشكل خطرا عليهم، فجعلوا يضايقونه ويضيقون عليه. وعندما كثرت عليه المضايقات هاجر من إريتريا عبر طوقر، واستقر في مدينة كسلا حي الختمية، وهو أب ل3 من الأبناء توفي ثالثهم. انتقل لجوار ربه بمدينة كسلا عام 1968 للميلاد، وهو في 53 من عمره، ووري جثمانه الطاهر بها. رحمك الله رحمة واسعة، وجزاك الله عنا خير الجزاء. التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته.